صباح الفل وسلام عليكم. الاول انا كنت في ماتش الزمالك امبارح. انا كنت في الاستاد امبارح في اوسخ اداء سلبي شفته في حياتي الموسم ده. خلينا نقول الموسم دوت عشان فيها حاجات اوسخ من كده كتير. انا نفسي اسال لعيبه الزمالك، مش الزمالك اللي هم الموجودين دلوقتي، لا، انا نفسي اسال لعيبه الزمالك اللي على مستوى التاريخ كله، ليه انا مكتوب عليا السيناريو دوت يبقى قاعده اساسيه من تاريخ نادي الزمالك؟ ليه سيناريو ان انا كل سيزون اكون في التوب فورم بتاعتي وفي منافسه واقع وانا في احسن حالاتي، اتعادل مع الجونه، اخسر من دجله، اتعادل مع المقاولين، انما اكسب، ممكن اكسب الاهلي على فكره، وممكن اكسب بيراميدز ان شاء الله يعني، واكسب المصري، انما اتعادل مع دول واخسر من دول. بس انا عارف ان ده سؤال ملوش اجابه. انا عارف ان ده سؤال صعب عليا جدا ان انا اعرف له سبب، صعب على جمهور الزمالك ان هو يعرف سبب لكل السيناريو دوت. الناس احنا قاعدين في المدرج عارفين ان احنا هنتعادل، اذا ما كناش هنخسر. اداء لاعيبه غريب ومدرب تغييراته اغرب وحاجه في منتهى العبث. اقسم بالله كرهوا الواحد يتفرج على الماتش. يعني انت عمرك شفت في حياتك فرقه تبقى كسبانه واحد جمهورها خايف؟ يعني احنا كسبانين واحد والدنيا ماشيه زي الفل، الجمهور كله هنتعادل، مش بنتشائم. اداء اللعيبه قدامنا بيقول كده، تغييرات مدرب زي الزفت بتقول كده. دونجا يطلع من هنا في نص الملعب يبقى مباح، يبقى فدادين بيلعب فيها لعيبه الجونه. انا عايز افهم احنا لحد امتى هنفضل عندنا لعيبه شبه ايشو؟ مش قادر اتكلم والله العظيم. الماتش انت لو شفتوا الاحباط اللي على وش الناس وهي خارجه، والله العظيم اقسم بالله حاجه تحزن. يعني انا نفسي اللعيبه دي تشوف الناس، يعني نفسي كده يجيبوا اللعيبه دي يوقفوها بره قدام الباب يشوفوا الناس وهي خارجه وشوشها عامله ازاي. احباط لاقصى درجه. احنا هنعمل ايه في ماتش الاهلي؟ احنا نعمل، انا عارف ان اللعبه دي بتيجي في الماتشات الكبيره عشان تاخد اللقطه وتعمل كده. طب وبعدين؟ ممكن ماتش الجونه ده عليك الدوري. ليه؟ ممكن ماتش دجله ده يوديك في 60 داهيه. طب ليه برضه؟ ليه من هنا للصبح اداء لعيبه كارثي زي فتوح اللي تقريبا لسه في مشكلته ولسه ما جاش. اداء لعيبه كارثي. ده كلمه كارثي دي قليله جدا. حسام عبد المجيد